عايز اقول لكم ان ده ارخص سوبر ماركت موجود في المانيا، بسبب وجودي بقى بالذات في السوبر ماركت ده. طبعا قصدي عزيزي المشاهد عشان خاطر مشترياتي الاسبوعيه. وعايز اقول لكم اصلا ان في بعض السوبر ماركات مش هتلاقي الاسعار فيها ثابته، فيوميا تلاقيها بتتغير، فده المكان الوحيد اللي بحس الاسعار فيه ثابته. فالنهارده احنا هنشتري حاجات كتير جدا ونحاول نملى العربيه ديت ونشوف مشترياتي الاسبوعيه هتكفيني كام في المانيا يا شبابس. طبعا ده المكان اللي مليان فواكه فيه. دايما اجي اخد هنا تفاح عشان خاطر الفطار يوميا، فسعره هنا عامل 2 يورو. وفي كمان عندكم العنب الاحمر طبعا 750 جرام فسعره يورو 79 سنت، نازل اصلا على التخفيضات، فهناخد علبه. وفي عندكم نوعيه البرتقال ده، طبعا هو بيكون عامل زي مش ده الاورنج المسكر، ناخد 2 منهم، وطبعا سعر الواحد عامل 66 سنت. السوبر ماركت ده هتلاقي فيه كل حاجه انت ممكن تحتاجها اصلا. ده الجانب التاني اللي موجود في الخضروات، بس خلينا نخلص اول حاجه من الفواكه. هنيجي عند الزيز بنانا. خلينا اقول لكم على فرق بسيط، الفرق ما بين بيو وكمان العادي. طبعا البيو ده بيكون الموز اللي مش عليه اي مواد كيميائيه او مرشوش باي حاجه تانية، فممكن انت تاخده وانت مطمن، عكس التاني اللي مش مكتوب عليه بيو. فهناخد كيلو سعره عامل يورو 69 سنت. خلينا بقى نيجي عند الخضروات هنا، وناخد خيارية واحدة سعرها عامل 79 سنت، ممكن تبقى بيورو بقى اليوم التاني في أماكن تانية. وكمان خس، طبعا بيبيعوا هنا الخصتين، فأنا دايما باخد كيس واحد وبيكون موجود فيه 2، عشان خاطر للأسف لو فضل أكتر من 3 يوم بحيث إن طعمه اتغير وبيبدأ يبوظ وهو في التلاجة، مش عارف إزاي. فسعر الكيس 89 سنت. وناخد كمان قوطة مجنونة، ده لازم تنقي واحدة كويسة. هناخد العلبة ديت سعرها يورو 39 سنت. وكمان البصل عندهم بقى هتلاقي فيه انواع، في انواع صغيرة زي ديت وبتلاقي بال2 كيلو. فهناخد النوعية ديت سعرها عامل يورو 49 سنت. وكمان هنيجي عند علبة البيض، بس لازم نفتحها ونتأكد ان هي مش بايظة. اوكي تمام، فيها 10، سعرهم عامل يورو 99 سنت، يعني 2 يورو. نحطها هنا مع اخواتها. شفت انت لما تكون عايش لوحدك وتيجي هنا تشتري حاجات للعزب، تاخد الحاجة وتمشي على طول؟ انا كده في التسويق وكده الصراحة ما بيبقاش عندي صبر. شوفوا هنا، ده بقى القسم اللي تلاقي عليه تخفيضات. الحاجه مثلا لمده صحتها قربت تنتهي، فتلاقيهم بيعملوا عليها تخفيضات عشان الناس تشتريها ويبقى مكتوب عليها. فده الانرجي تلاقي سعره 89 سنت. وتلاقي هنا انواع من النباتات سعره عامل يورو 69 سنت. الايس تي هنا تلاقي عامل 69 سنت. فالقسم ده بيبقى عليه دايما تخفيضات. اهو خلينا نيجي ناخد مكرونه سباكيتي كيلو سعرها عامل يورو 79 سنت. عايز اقول لكم ان ديت اصلا بدون تخفيضات فسعرها بيكون غالي، ممكن تعدي ال 2 يورو. ونيجي هنا كمان للتونه. انا مش باكل تونه كتير، بس باخد علبه ممكن اكلها مره واحده في الاسبوع، ف سعرها يورو 29 سنت. هناخد واحده. رز عندي فمش هضطر اخد النهارده، بس خليني اقول لكم على اسعاره. انا باخد من النوعيه ديت اسمها بسمتي رايز، سعر عامل يورو 79 سنت، وده نص كيلو. فبحب جدا النوعيه ديت، لو انتوا حبيتوا تجربوها جربوها هتعجبكم جدا. عندكم بقى هنا قسم اللحوم، تلاجات مليانه لحوم، بس طبعا ما بشيش من هنا، بجيب من التركي. فعندكم هنا مثلا هتلاقوا جنيحه الفراخ بصراحه منضفينها تنظيفه حلوه، ما فيهاش ولا شعرايه. تلاقي 800 جرام عاملين 4 يورو 39 سنت. هتلاقي كمان لحم البقري هنا 240 جرام عاملين 7 يورو 20 سنت. ولو عايز لحمه متقطعه من فخدة البقرة سعرها عامل 7 يورو 39 سنت، وده ال 500 جرام يعني النص كيلو. وتلاقي برضو هنا صدور الفراخ برضو مقطعينها ومجهزينها، فانت بس تاخدها على التتبيلة والزيت. ف 600 جرام هنا عاملين 6 يورو 79 سنت.
واللحمه المفرومه كمان 400 جرام عشان المكرونه الاسباجيتي تلاقيهم عاملين 6 يورو 29 سنت. والصراحه عندهم النظافه حاجه رقم واحد في السوبر ماركت الالماني بالذات. اللحوم عشان خاطر الصحه وكده بيعملوا عليهم كنترول كل فتره، فلازم يكونوا مهتمين جدا بنظافه اللحوم بالذات. شوفوا ديت زبادي مع شوفان، في كذا نكهه، هتلاقي بالشوكولاته بس ناخد بالشوفان وفراوله. يلا اطلعوا. سعر الواحده طبعا 44 سنت، نازله من التخفيضات. والتلاجة برضه ديت عليها تخفيضات كتير. خلينا نشوف انواع جبن حلوه. حلو في الموضوع ان بينزلوا التخفيضات دي بشكل دائم عشان خاطر الزباين. ونوعيه الجبنه ديت برضه حلوه جدا، سعرها 99 سنت هناخد واحده. وديت جبنه بالبابريكا، انا بحبها جدا على الفطار، ناخد واحده برضه منها وسعرها عامل يورو 29 سنت. معرفش ارتب الدنيا هنا كده عشان يبقى في مكان. وكمان خلينا ناخد جبنه، وانا عندي واحده في البيت من ديت، بس خلينا نشوف نوعيه تانية. ناخد النوعيه ديت بالتين البرشومي، سعر الواحده عامل يورو 95 سنت، فهناخد واحده بس. وعايزين كمان لتر لبن جودته حلوه النوعيه ديت، فسعره عامل يورو 35 سنت. وكمان في عندهم رز بلبن، بس هو بنفس الوقت طعمه مش رز بلبن، يعني تصديره وبنكهات كتير مختلفه، تلاقي بالشوكولاته بالنباتات، فسعر الواحده 39 سنت، فناخد اتنين. هنيجي بقى عند المسليات والكاجو والبندق وعين الجمل والفستق، فهناخد احنا المزيج ده الصراحه جميل جدا. هتلاقي موجود فيه كاجو وعين جمل وسعره عامل 2 يورو 29 سنت، فهناخد النوعيه ديت. طبعا الحاجات دي هنا في المانيا بتكون غاليه جدا، لان بيكون مصدر فيتامين مهم جدا لكل الناس، فالحاجات الصحيه دايما تلاقيها اغلى من الحاجات اللي هي غير صحيه. هنا نيجي للرف دي، ناخد حاجه بالشوفان نفطر بيها على الصبح مع اللبن. عندكم الصراحه النوعيه دي رقائق الشوفان بتكون طعمها حلوه، بس الكيس ده مفتوح. وكمان بيه ما فيهاش اي رش خالص، وخليه من السكر، فيها نسبه قليله جدا من السكر، فهناخد دي كمان تبقى حلوه على الفطار. دي طبعا كل ادوات التنظيف. الصراحه النوعيه ديت انا بستخدمها، السائل ده ريحته حلوه قوي، فانصحكم بيه، وسعره عامل يورو 99 سنت. وخلينا ناخد كمان انبوبه صلصه، سعرها عامل 89 سنت، هناخد اتنين عشان خاطر لو طبخنا في المستقبل نبقى ما ننزلش الماركت نشتري تاني. وعندكم هنا التوابل، هنا طبعا مش هتلاقي كمون ومش هتلاقي الفلفل الاسود اللي هو طعمه حلو ده، مرشوم. خلينا ناخد واحد، كنت عمال ادور عليه، هو اصلا موجود في الخضروات هنا. وعيش، شوفوا العيش في الوش على طول. نوعيه العيش دي طبعا قلت لكم مليانه بروتين، فانا بنصح بيها، بحبها جدا على الفطار، سعرها عامل يورو 89 سنت. بس لو فضلت عندك اكتر من 4 ايام فهتبدا للاسف تبوظ، فلازم تجيبه تاكله على طول. دي كل انواع الشوكولاته، الجيلاتين. احنا عايزين دلوقتي في نوعيه شيبسي بجيبه، نسبه الدهون اللي موجوده فيه قليله جدا، كمان بالعدس. هات النوعيه ديت. دايما لما تيجي تشتري اي حاجه هنا في المانيا انصحك انك تقرا المكونات بتاعتها، لان احيانا بيكون فيها جيلاتين واحيانا بيكون نسبه الدهون فيها عاليه جدا، فحاول تنتبه من نسبه الدهون. شوف حتى هنا هتلاقيهم بيبيعوا حلل، واللي بيعملوا بيه كمان الوافل. سعر الجهاز ده عامل 29 يورو 99 سنت، ما تقول 30 يورو. وعندك هنا برضه الحله ديت سعرها عامل 20 يورو. اللي عندهم بطاطين، الحفه، مخدات، سجادات. وديت كمان لو انت جاي عندك ضيف او ما عندكش سرير وناقل على بيت جديد، فتقدر تاخد المرتبه ديت، وسعرها عامل 29 يورو 99 سنت، برضه 30 يورو.
اي حاجه هتكون فيها 99 سنت هكمل الرقم على طول. تمام. عندكم كمان مكان الحلاقه هنا هتلاقي عامل 18 يورو. وده سخان الميه لا عامل 10 يورو. مكنه القهوه عامل 45 يورو الواحده. لا والمروحه لا مستحيل اهي مكتوب السعر اهو 50 يورو. وناخد كمان مناديل الحمام. طبعا يا شباب احنا عارفين الالمان هنا ما بيشطفوش، فالمناديل دي مهمه جدا. فسعر الواحد عامل 2 يورو 69 سنت. ضروري ناخد واحده. خلينا ناخد سفنجه عشان الغسيل، سعرها عامل 65 سنت. وكمان ريحه عشان الحمام، لا ديت مش حلوه، ناخد بالليمون. وسعرها عامل 95 سنت، بيكون فيها 2. نحطهم هنا في الجنب. وكمان منشفة عشان المطبخ، سعرها عامل 85 سنت. انتوا عارفين اللي بيعجبني كمان هنا ان تلاقيهم جايبين ايه؟ بيبيعوا بعض الملابس، تلاقيهم بيجيبوا تيشيرتات، قمصان، بناطيل، شورتات عشان البحر، جزم، كوتشيات برضه عشان البحر. فتلاقي الحاجات دي عامله 10 يورو. مش عارف اذا شايفين السعر ولا لا. نزلنا على التخفيضات كمان. وكمان شنط سفر. فالسوبر ماركت هنا تلاقيه بيبيع كل حاجه مختلفه، مش مستمر على نوع بس واحد اللي هي السلع الغذائيه، لا كل اللي بيخطر على بالك تلاقيه في مكان واحد. شوفوا الكوتشيات اهي كمان بتاعت خروجات ورياضيه، سعرها عامل 13 يورو. كمان بعض الديكورات هنا تحس ان انت في دوله عربيه، سعرها عامل 10 يورو. اي حاجه تاخدها من هنا بتنور بالليل. نيجي بقى عند التلاجيته اللي موجود فيها سمك، في لاكس وفي سمك عامل زي طعم الرنجه. انا حرفيا النوعيه دي بحبها جدا، مستويه وجاهزه يا دوبك تاخدها تحطها في الساندوتش. السعر عامل 2 يورو 29 سنت. فناخد واحده بيكون موجود فيها قطعتين. وديت بقى نوعيه زبده ايرلنديه. عايز اقول لكم ان الالمان بيحبوا جدا يفطروا بيها على الصبح كده، يعملوها مع الساندوتش، يحطوا عليه جبنه بيض ويبقى طعمها حلو جدا. والسعر عامل 2 يورو 39 سنت. ودي بقى التلاجيته اللي موجود فيها جميع انواع الاكل الجاهزه. فخلينا ناخد كيس بطاطس. ده رفيع جدا. خلينا ناخد ده، سعره عامل يورو 39 سنت. افلي. انا طبيعي مش باكل انواع البطاطس دي، انا بحب اجيبها اقشرها، بس يعني احيانا باكلها مره واحده في الشهر او مرتين الصراحه يعني. هنا الخضروات احلى حاجه ان بيعملوا منها كوكتيل، يقشروها لك ويظبطوها لك ويقطعوها لك ويبقى لك في الكيس كده، ويبقى مكتوب عليها بيو برضو ان ما فيهاش اي مواد كيميائيه، فتقدر تاخدها على طول وانت مطمن. ده جزر وبابريكا، وموجود فيه انواع كتير من التوابل الاسيويه. طبعا سعره عامل 2 يورو 49 سنت. فهناخد كيس. خلينا بقى نيجي عند الميه هنا. طبعا في ناس كتير جدا بتقول لي احمد انت ليه بتشتري ميه وما بتشربش من الحنفيه؟ كصحيا انك تشتري ميه جاهزه معدنيه من بره بتكون افضل بكتير، لان الحنفيات للاسف ما تعرفش ايه اللي بيكون داخلها، اذا مصديه ولا مش مصديه. طبعا الازازه برضو البلاستيك ما بتكونش صحيه، فما فيش ازاز في المكان اللي احنا بنشتري منه. هتلاقي ازاز ميه كده نوعيتها حلوه، فهناخد 2 من دول لحد ما نشتري ازاز ميه اللي هي الازاز مش البلاستيك. وسعر الواحده 29 سنت. ونيجي كمان لفيتامين سي يا حبيبي، ده عصير برتقال. سعر الواحده هنا عامل مشكله مش مكتوب، ده مكتوب بالكرتونه كلها. فخلينا نقول من عندي في حدود الحاجه 30 سنت. تلاقي عندهم هنا برضو مربى بالمشمش وبنفس الوقت بالفراوله. بس المشكله لما تيجي تقرا المكونات بتاعتها تلاقي نسبه السكر فيها 54 جرام، يعني نسبه السكر فيها الغير طبيعيه كتير قوي. فعلشان تشتري مربى طبيعيه او عسل طبيعي بدون ما يكون فيه اضافات زياده زي السكر بتلاقيها غاليه شويه، وبعض الاماكن المخصصه زي الدي ام او الروزمان، انما السوبر ماركت هنا ما تلاقيش الحاجات دي. ويخلينا ناخد كمان توم يا حبيبي، بس لازم تنقي كده ايه فصوص سليمه. سعرهم عامل يورو 49 سنت. خلينا ناخد جزر كمان 200 جرام، سعرهم عامل يورو. حاسس اني مليت العربيه صح؟ دلوقتي عامله ازاي؟ يلا بينا نروح نحاسب على الحاجات ديت كلها. حاجاتها هتملى الكاشير. يا حاج
حلو، الرسوم في الكاشير، انما ان نحطهم في العربيه مفيش رص واهمال بقى، ترمي كده على طول عشوائي. اوكي دانكي زي نت يا. بسم الله ما شاء الله، انا احتليت الكاشير. زق شويه هناك يا حاج. ايوه كده، ده فيه عربي. ما شاء الله، الحاجات بتاعتي من اول الكارتة ديت لحد الجبنه هنا. مش عارف اخد كام شنطه الصراحه، خلوهم 2. سعر الشنطه عامل حلو، يورو. Darf ich mit Karte bitte zahlen? Bitte? Mit Karte bitte zahlen? Danke sehr. Komm sofort wieder, ich muss dem jungen Mann. Hallo, kleines Mädchen. Danke sehr, ein schönes Wochenende, ja? Danke sehr, tschüss. ما شاء الله، مدينة العربية. انتوا هتتصدموا دلوقتي من السعر. متوقعتش ان نملة العربية بالطريقة ديت ويبقوا عاملين 54 يورو و14 سنت. تخيلوا الحاجات ديت كلها مشتريات الاسبوع عملت 54 يورو. فعايز اقول لكم الجزء اللي قبله اصلا احنا اشترينا حاجات بحوالي 44 يورو، فالنهارده احنا زودنا بحوالي قول 10 يورو. فكميه الصراحه حلوه جدا ومعقوله. تخيلوا ب 54 يورو قدرنا نملي الشنطتين دول اكل يكفيني لمده اسبوع كأنا شخص اعزب. سوانا من ارخص سوبر ماركت هنا في المانيا، شفنا الاسعار فيه عامله ازاي. الاسعار يوميا طبعا ما بتكونش ثابته، بتتغير عزيزي المشاهد. يكون كده وصلنا نهايه الفيديو. سوانا من ارخص محل موجود هنا في المانيا. مع السلامه.